ساكني دار الحبيب عليكم مني سلاما طيبا نفحاتي يهنيكم قرب الأحبة فارحموا صبابكم قد صد بالنزلات. المدينة دارنا تالله نعم الدار أبناؤها نحن ذات فرحا بالأخيار. نحن المدينة دارنا تالله نعم الدار أبناؤها نحن ذات فرحا بالأخيار. نحن المدينة دارنا تالله نعم الدار نحن المدينة دارنا تالله نعم الدار. المدينة جاءت كفجر صادق شمخت تشع تفرجا. هي وحدة الشمس التي وعدت ننتظر غدا. المدينة نحن المدينة دارنا تالله نعم الدار أبناؤها نحن ذات فرحا بالأخيار. نحن المدينة دارنا تالله نعم الدار أبناؤها نحن ذات فرحا بالأخيار. نحن المدينة دارنا تالله نعم الدار نحن المدينة دارنا تالله نعم الدار. المدينة هذا كتاب الله في يدنا فنحن المأملون. العلم زعنا عقولنا هو وحده المستقبل. المدينة نحن المدينة دارنا تالله نعم الدار أبناؤها نحن ذات فرحا بالأخيار. نحن المدينة دارنا تالله نعم الدار أبناؤها نحن ذات فرحا بالأخيار. نحن المدينة دارنا تالله نعم الدار نحن المدينة دارنا تالله نعم الدار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا وادي العقيق يا شباب اللي تكلم عليه المشايخ بالأمس، وادي العقيق. وكما تلاحظون يسير من جنوب المدينة باتجاه الشمال حتى يجتمع مع مجمع الأسيال خلف جبل أحد. وهذا مسجد القبلتين الذي كانت فيه ديار بني سلمة. الآن نتوجه إلى السبع المساجد كما تلاحظون. منطقة السبع المساجد أمامكم، وبعض جبل سلع كما تلاحظون، ومسجد الفتح الجديد الذي بني حتى يجمع الناس للصلاة فيه. جبل سلع هذا الوقت. يا ساكني دار الحبيب عليكم مني سلاما طيبا نفحاتي يهنيكم قرب الأحبة فارحموا صبابكم قد صد بالنزلات. المدينة دارنا تالله نعم الدار أبناؤها نحن ذات فرحا بالأخيار. نحن المدينة دارنا تالله نعم الدار أبناؤها نحن ذات فرحا بالأخيار. نحن المدينة دارنا تالله نعم الدار نحن المدينة دارنا تالله نعم الدار. المدينة جاءت كفجر صادق شمخت تشع تفرجا. هي وحدة الشمس التي وعدت ننتظر غدا. المدينة نحن المدينة دارنا تالله نعم الدار أبناؤها نحن ذات فرحا بالأخيار. نحن المدينة دارنا تالله نعم الدار أبناؤها نحن ذات فرحا بالأخيار. نحن المدينة دارنا تالله نعم الدار نحن المدينة دارنا تالله نعم الدار.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في منطقة أحد الآن، هذا الجبل الأشم، هذا هو جبل أحد. تحدثنا البارحة وتحدث الشيخ عن جزء من الأمور حول هذا الجبل، وعندنا أيضا في الباص نذكر مثلا بعض الأشياء والفضائل وكذا لأنه مكانها هناك. لكن الآن نوصف المكان فقط. هذا الجبل وكان الوادي الذي نراه خلف الجبل هناك الآن كان يسير أيضا الفرع الأكبر منه من خلف الجبل من الشمال، كان فرعين، ولذا الصحابة الذين دفنوا كما تعرفون نقلوا مرة أخرى الذين جاءهم السيل لما زاد ذلك السيل. جبل الرماة أيضا هذا هو أمامنا من هنا أيضا الذي وضع النبي صلى الله عليه وسلم عليه 50. وأنا أقول الحقيقة يا إخوة وسأترك مجال الشيخ عبد الله أيضا لأنه تردد أكثر مني في هذه الجوانب وله انتماء فيها أكثر مني، لكن يتبين الحقيقة بدقة. ولعل معنا بعض الإخوة العسكريين العسكريين وحبنا ما بتبدل ولكن ما نتكلم عن هذا. أو أول زمان كنا إذا شفنا العسكري يومين ما نطلع من البيت. الحمد لله. فالقضية يا إخوة أيضا أنه الجبل يتبين لك بدقة. العبارة قصيرة: ليحموا ظهور المسلمين. المتبادر للناس أنه يحموا ظهور المسلمين من قريش، وقريش أصلا أمامهم، فكيف يحمون ظهورهم منهم؟ وهذا سيأتي إن شاء الله لعلنا ونحن في الأعلى، ولعل الشيخ عبد الله يتكلم عن هذا، عن مكان المشركين، مكان ها؟ لا يسمعوا إن شاء الله، تبقى أسمعه واحد ما شاء الله الشيخ عبد الله وين له. فهنا أيضا مكان مسرح المعركة عموما. 50 من الرماة فوق الجبل سنخرج عليه إن شاء الله ونرى ونتمنى أن ونحن على الجبل جميعا انظروا نظرة مجردة كأنه ما في مباني. انظروا إلى جهة الحرم، لا تنظروا وجود المباني، يعني ألغي المباني من ذهنك. ستخرج لك نتائج كثيرة، ونستفيد أيضا من الإخوة العسكريين في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني عجيبة إدارته العسكرية في كل المعارك، وما من معركة لو استفاد من المعركة التي قبلها لها، والأدلة واضحة في هذا يا إخوان جدا. فإدارة النبي صلى الله عليه وسلم لها إدارة عجيبة جدا. المجسم هذا لعل البعض ينظر إليه الآن في أمامنا، ونحن سنذهب إليه بعد ذلك في الأعلى، فنرى إن شاء الله المكان أوضح وأنت في الارتفاع. المشركين خلفنا كذلك شيخ عبد الله، الجهة هذه جهة هنا وسيروا أوضح فيما بعد. والمسلمين أيضا كان هذا الجبل ليس على ظهورهم جبل الرماة، إنما ظهر النبي إلى أين؟ إلى جبل أحد، هذا الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فظهر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الجبل الذي لا يمكن أن يخترق بأي حال من الأحوال، جبل أحد صلى الله عليه وسلم. ولذا هنا إسراع النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أقول هذه الاستفادة المعركة معركة إسراع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد ليبلغه قبل أن يبلغه المشركون صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من التكتيك، إسراع النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا نراه في مسألة انخذال عبد الله بن أبي، وفي مسألة رد الكتيبة، وفي كذا، في موقف واحد استعراضه لصغار الصحابة سريع حتى يصل إلى هذا المكان. اختراق أيضا مزارع اليهود لئلا يذهب مع الطرق العادية. لماذا؟ يختصر ماذا؟ الوقت، والوقت في زمن المعارك، والإخوة العسكريين يعرفون أيضا مقدار الزمن هذا كم يعطي ولو بالدقائق، كم له من الأثر. أنا أظن أنه شرح المعركة بأدق أنه في الأعلى ربما كان أفضل، ولعل الشيخ عبد الله يضيف بعض الإضافات هنا. ما شاء الله تبارك الله، كفيت وفيت يا دكتور. هذا المجسم اللي ما كان معنا في الباص فيه خروج السهم الأخضر يشير إلى طريق جيش المسلمين في خروجهم من المدينة. تلحظ أنها كما تفضل الدكتور من جهة الجنوب إلى الشمال، وفي محطة الشيخين مسجد الشيخين، وهناك فيه سهم أيضا يشير إلى رجوع المنافقين. وعبارة خروج المسلمين 700 مقاتل، كان العدد الإجمالي 1000 ورجع 300 وبقي 700 مقاتل. سهل المجال للشيخ. فإن شاء الله كما تفضل الدكتور نكمل في الأعلى أفضل. أهم ما نستفيد من هذا المجسم هو خروجه من المدينة ونزوله في الشيخين،
حصول مقدمات غزوة أحد رد من استصغر من الصحابة ورد كتيبة اليهود واستعرض الجيش عليه الصلاة والسلام، وصلى العصر والمغرب والعشاء. ثم لما أصبح قال للصحابة: من منكم يأتينا بطريق لا يرانا منه المشركون؟ فقال أبو خيثمة: لا يرانا منه المشركون. المشركون كما تلحظون دخلوا كما يقول الدكتور يعني ارجع بنفسك إلى الحقبة التاريخية التي وقعت فيها هذه الأحداث لتستطيع أن تصور أقرب إلى الحقيقة ويعني ترسخ الصورة في ذهنك. فكان هذه المنطقة وادي، من هناك دخل الجيش المشركون. فإذا كان يريد أن يأتي بطريق لا يراه من المشركون فلا بد أن يأتي من جهة الشرق، وكان أبو خيثمة. ثم سنرى من أين دخلوا إلى أن وصلوا إلى هذا المكان إن شاء الله، ومجريات أحداث المعركة بإذن الله تعالى. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الآن من أين جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان؟ من هذه الجهة، من جهة الشيخين. قال للصحابة: من منكم يأتينا بطريق لا يرانا منه المشركون؟ فقال أبو خيثمة: أنا. فدخل بهم في ديار بنو حارثة. هؤلاء كان منهم منافقين، وهم الذين نزلت فيهم الآية: يقولون إن بيوتنا وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. فاضطروا أن يدخلوا مزرعة منافق كبير في السن وضرير في البصر، فنسأل الله العافية. أخذ التراب ورماه قبل وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أحد الصحابة بقتله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فإنه أعمى البصر والبصيرة. ثم هذا يدلك أن الدين ما وصل على طبق من ذهب. إلى هذا المستوى رمي التراب على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي من رأى وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب، كان إذا سر استنار وجهه فكأنه قطعة قمر صلى الله عليه وسلم. ثم وصل إلى هذا المكان. في كل السيرة النبوية يحدد النبي صلى الله عليه وسلم بالذات في المغازي 3 أشياء مهمة: المكان والزمان وعنده رؤية عليه الصلاة والسلام. اختار هذا المكان من أحد، والزمان لما بات في الشيخين أصبح تحرك في أول الصباح. والرؤيا كانت العرب في الجاهلية في القتال تخمس، تجعل الجيش ميمنة وميسرة. استفاد من جغرافية المنطقة فجعل ميمنة الجيش عند هذا الجزء من جبل أحد وظهور الصحابة إلى أحد، وجعل ميسرة الجيش على جبل عينين، وأثرت في هذا الجبل عوامل التعرية. وكان على ميمنة الجيش سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وكان على ميسرة الجيش عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أصبح لماذا يحدد المكان والزمان وعنده رؤية؟ لأنه صلى الله عليه وسلم يريد من أن يجعل من أفعال المشركين كلها ردود فعل لما رتب له، والإنسان الناجح هو الذي يحدث الأفعال. فلذلك أصبح بطبيعة الحال لابد أن تكون جيش يعني ميمنة الجيش هنا من يقابل ميمنة المسلمين؟ ميسرة المشركين. على ضروري تنتقل بذهنك إلى وقت المعركة. خلاص تتصور المكان. ميمنة المسلمين علي بن أبي طالب، يقابله عكرمة بن أبي جهل. ميسرة المسلمين عبد الله بن جبير الأنصاري، يقابله خالد بن الوليد. قائد المشركين أبو سفيان، قائدنا وقائدكم إلى جنات النعيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. خالد بن الوليد. كانت العرب في الجاهلية تنتخب أشجع الفرسان في المعركة، ويكون شباب أقوياء حركتهم خفيفة يعطوهم خيول ويسمونهم بالخيالة. هؤلاء الشباب المعركة تكون كر وفر، فإذا صار نقص أو حاجة في أي مكان هؤلاء الخيالة يعني أشبه ما يكون بلغة العسكريين اليوم قائد العمليات العسكرية، فهم يجبرون النقص الذي يحصل في أي مكان في أي وقت في المعركة. هذه المهمة وكلت إلى خالد بن الوليد. فخالد قائد الميمنة مع قيادة قائد ميمنة المشركين يا شيخ، مع قيادة الخيالة، مع قيادة يعني قائد العمليات. عنده مهمتين. جميل. قائد الميمنة وقائد الخيالة. والنبي صلى الله عليه وسلم أصبح الصحابة رضي الله عنهم ممتدين صفا ما بين هذا الجزء من أحد إلى جبل الرماة. إذن استفاد تماما، والعدد كان معه 700. وما يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن تكون جبهة واحدة في القتال، هذه الجبهة. فخالد بن الوليد
الخيال يستطيع بما أنهم شباب وعندهم خيول أن يلتفوا من حول جبل الرماة ويدخلوا من المنطقة التي دخل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتوا إلى المسلمين من هذه الجهة، فيكونوا جاءوا إليهم من ظهورهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للرماة، أمر عليهم عبد الله بن جبير، أعطاهم باختصار مهمتين، أعطاهم أمرين وحدد لهم مهمة وأعطاهم تعليمات. الأمر الأول قال اصعدوا الجبل، المهمة قال لهم انضحوا الخيل بالنبال، يعني اجعلوا نبالكم ورميكم في طريق الخيل بحيث لا تستطيع أن تتقدم لتلتف من حول جبل الرماة. واضح؟ انظر إلى المكان هنا، لا يستطيع أن يلتف من حول جبل الرماة. فقال انضحوا الخيل بالنبال. التعليمات قال إن غلبنا أو غلبنا، لو رأيتم الطير تأكل من أشلائنا لا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم. يعني لو وصلنا مستوى من الهزيمة ونزلت الطيور من السماء وأكلت من أشلائنا وأنتم على الجبل تشاهدون هذا المنظر، لا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم. هذا كله كان قبل المعركة. الأمر الثاني قال لا تنزلوا. الأمر الأول اصعدوا، امتثلوا الأمر الأول. الآن قبل أن تبدأ المعركة عبد الله بن أبي في الشيخين ألم يعد ب 300 من المنافقين؟ لماذا؟ لأنه يريد أن يحدث رعب في نفوس الصحابة. استعاض النبي صلى الله عليه وسلم هذا النقص بأن كان عنده في أحد سلاحان، كان عنده سيف يقاتل به وسهم يرمي به، فاستل سيفه عليه الصلاة والسلام وقال من يأخذ هذا السيف بحقه. فقام مجموعة من شجعان قريش فلم يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم أحد منهم حتى قام أبو دجانة سماك بن خرشة فقال ما حقه يا رسول الله؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع أبو دجانة؟ لأنه لو أعطاه لعلي بن أبي طالب لم يكن للسيف معنى، لأن علي معروف بالشجاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يستعيض النقص الذي أحدثه عبد الله بن أبي في نفوس الصحابة. فلذلك لما قام سماك بن خرشة ليس معروف عند عموم المسلمين بالشجاعة، فيريد بلغة اليوم أن يحمسهم. فلذلك لما قام أبو دجانة يريد أن يأخذ السيف، ولما اقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية تقول أنه لما جاء يريد أن يأخذ السيف قال له النبي صلى الله عليه وسلم أخشى أن تكون في الكيول يا أبا دجانة، يعني أخشى أن تكون في مؤخرة الصف في الحرب. هذه عبارة تحفيزية. فلذلك أبو دجانة لما أخذ السيف مباشرة أخرج عصابة عنده حمراء وربط رأسه وقال ومشى الخيلاء وقال أنا الذي عاهدني خليلي يعني رسول الله، ونحن بالسفح، نحن الآن وإياكم بالسفح، أي منطقة قبل جبل تسمى سفح، ونحن بالسفح لدى النخيل، شوف لا زال بقية النخيل موجود، ونحن بالسفح لدى النخيل أن لا أقوم الدهر في الكيول أضرب بسيف الله والرسول. يقول الشعر، والشعر كان له وقع في نفوس العرب في ذلك الوقت، يعني مثل القنوات الإخبارية التي تؤثر في الرأي العام. فخاف المشركون وتحمس المسلمون. المشركون خافوا، قالوا بأي يعني يمكن عندهم مدد، يمكن يعني تعجبوا من هذا الاطمئنان وهذا الحماس الذي عند الصحابة في أول القتال. المعركة باختصار شديد مرت على 3 مراحل. المرحلة الأولى يسميها العلماء أول وقود المعركة، وهي المبارزة، وكانت في ليس العمود الأول هذا وإنما العمود الثاني تقريبا في هذه الجهة تقريبا. يقول الشيخ في هذه المنطقة خرج طلحة بن أبي طلحة العبدري وهو من قريش من بني عبد مناف، والنبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. عبد مناف عنده 4 أولاد، عنده نوفل والمطلب وعبد شمس وهاشم. عبد مناف ابن قصي قسمت أعمال في قريش مفاخر، كانت منها حملة اللواء بقيت في بني عبد الدار من بني عبد شمس بن عبد مناف. فلذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم راية المشركين بعد غزوة بدر مع بنو عبد الدار من بني عبد الشمس بن عبد مناف، أخذ راية المهاجرين من علي بن أبي طالب وهو من بني هاشم ومن أعز بيوت قريش، وأعطاها لمصعب بن عمير لأنه يشترك في النسب مع طلحة بن أبي طلحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالوفاء منهم، يعني لجده الخامس قصي، وأعطاها لمصعب لأنه عبدري. فخرج في رواية الزبير، وخرجت أكثر من مبارزة أهمها مبارزة الزبير. يقال أنه لما جاءه إليه وقف بعيدا عنه وأخذ يتأمله وينظر إليه، وفجأة قفز عليه وهو على بعيره وطرحه أرضا وقتله. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشجاعة من الزبير قال الله أكبر، إن لكل نبي حواري وحواري الزبير. مباشرة لما سقطت راية المشركون هجم المسلمون الذين كانوا في هذه المنطقة هجوم مباغت ومباشر على المشركين. واضح؟ أراد خالد أن يتقدم فردوه بالنبال، فردوه
أهم شيء تضبط الأماكن. أين كان الهجوم الأول؟ كانت المبارزة هنا صحيح؟ وكان الهجوم الأول في المنطقة التي بين جبل عينين وجزء أحد، فهجموا هجوم مباغت، ردوه الرماة من فوق الجبل، ردوا خالد لما أراد أن يتقدم خلاص في المحاولة الأولى. ثم استمر ضغط المسلمون على المشركين وأراد أيضا خالد أن يتقدم، ومن قوة ضغط ضغط المسلمين على المشركين فروا هاربين قبل مكة. وكان عسكريا مفروض خالد بن الوليد أن يأتي ويجبر النقص باعتباره قائد الخيالة، لكنه لم يشارك في المرحلة الأولى لأنه ذكي. خالد بن الوليد يعرف جيدا أنه لو سيطر على هذا الجبل يقلب موازين المعركة، فكان هذا الجبل غصة في حلق خالد، فمع أنه مفروض أن يذهب هناك لم يذهب، فقط يريد أن يسيطر على الجبل. لذلك 3 محاولات، كل محاولة منها يردوه ويبتعد هناك بعيد ثم يعود إلى الجبل. في هذه الأثناء لما فر المشركون جهة مكة أخذت غنائم مشركون تسرح في سفح جبل الرماة، ليس جبل أحد. الذين يكتبوا في السيرة ومن غير أهل المدينة يقول في سفح أحد، وهذا خطأ. أحد بعيد، في سفح الرماة هنا. وهنا أيضا يخرج كل مخلوق على وجه الأرض، لأن الله سبحانه وتعالى هو الوحيد جل جلاله وتعالت عظمته وتقدست أسماؤه ولا إله غيره، بين السر الحقيقي وراء نزول الرماة. شوف كتب السيرة تعطيك سيرة أحداث حصل كذا وحصل كذا، لكن القرآن الكريم يعطيك سيرتان: سيرة ظاهرة أحداث حصلت، وسيرة باطنة في القلوب. وقل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، الله علام الغيوب، الله وحده بين السر وراء النزول. قال الله، طبعا أهل السيرة يقولون هم أرادوا النزول، ذكرهم أميرهم بوصية رسول الله، أول كلام النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أراد بذلك النصر وقد انتصرنا، يأتون بروايات كثيرة، لكن الله جل جلاله بين السر الحقيقي في قوله. ونزلت قرابة 60 آية في سورة آل عمران تصف أحداث غزوة أحد. يقول الله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحصونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم. الحب عاطفة في القلب لا علاقة له بالجوارح، عمل قلبي. منكم من الإرادة أين؟ في القلب. شفت هذه الإرادة هي السر الحقيقي وراء النزول. حتى أحد الصحابة يقول: والله لم نكن نظن أن بيننا من يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية. إرادة الدنيا هي السبب الحقيقي وراء نزول الرماة. الله عفى عنهم ولقد عفى الله عنهم. نزلوا وبقي أقل من عدد الأصبع، مباشرة تقرؤون التف خالد وبادر عكرمة. أول التف خالد. لما التف خالد فتحت جبهة جديدة على المسلمين من هذه الجهة، فجاءت امرأة من قريش الحارثية وجدت راية المشركين أين؟ أنتم أيوة، على مقربة من جبل الرماة. رفعت راية المشركين. من رأى الراية؟ الذين فروا إلى مكة، فلما رأوا الراية مرفوعة رجعوا، فأصبح المسلمون محاصرين من هنا ومن هنا. جميل. أهم شيء ضبط الأماكن مع الأحداث، من هنا ومن هنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقدر، والعلم عند الله، أنه كان في آخر المقبرة وفي أول المدرسة، لأنه كان يقول: احموا ظهورنا. والعلماء اعتذروا لهم، لأنك إذا صعدت على الجبل ستجد 3 مناظر. ترى المشركون فروا قبل مكة، والمنطقة اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم آمنة، والصحابة يجمعوا الغنائم. ولما التفوا أصبحوا محاصرين من الجهتين. هنا القرآن أيضا يقول: إذ تصعدون ولا تلوون، في رواية شاذة على أحد، والرواية المشهورة على أحد، والرسول يدعوكم. إيش معنى إذ تصعدون ولا تلوون على أحد؟ لا يوجد جبل في الغرب ولا يوجد جبل في الشرق، وفي المدينة الجنوب، فأين يكون؟ والله يقول صعود، إذ تصعدون، فأين يكون الصعود؟ أولا في جهة الشمال هناك. جميل. فكان من التخطيط العسكري إذا صار ضغط يلجأوا إلى أحد، فإذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم. قال العلماء هنا انتهت المرحلة الأولى من المعركة وبدأت المرحلة. قال العلماء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهذه المرحلة كما وصفها الرحيق المختوم مبارك فوري، يقول: أحرج ساعة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رفعت المرأة راية المشركين، والنبي يقول: إلي عباد الله أنا رسول الله، ويرفع صوته. هذا مكان واحد المفروض يخاف يندس، فلماذا النبي رفع صوته صلى الله عليه وسلم؟ يريد عليه الصلاة والسلام أن يجمعهم في مكان واحد، لأنهم لو تفرقوا تكون إبادة جماعية، فلكن لو جمعهم تبقى لا إله إلا الله في الأرض، وهذا مقصد النبي صلى الله عليه وسلم. فجمعهم وكان يقول: إلي عباد الله أنا رسول، لكنه خاطر بنفسه، فسمع المشركون
صوته، فجاءوا إليه من الجهتين، هذا محمد هذا محمد. فوصل إليه منهم عبد الله بن قمئة والزهري ومجموعة من المشركين. والصحابة انقسموا إلى 3 طوائف. طائفة من شدة الفاجعة وصلت المدينة يردهم النساء يا فرارا عن رسول الله، وطائفة تفرقت في المكان، وطائفة قليلة ثبتت مع رسول الله. وهذا الحال يكون في الأمة إلى يوم القيامة كلما حصلت فتنة. فريق يرتد والعياذ بالله، دحين مو في ردة في الإنترنت، فريق يرتد والعياذ بالله، وفريق يحار في كل قضية له رأي، كل مجلس له رأي، في كل فرقة له رأي، في كل قضية له رأي. وفريق آخر قليل هو من يثبت مع رسول الله. قالوا كيف تثبت مع رسول الله بعد وفاة رسول الله؟ قال تكون حياتك حياة محمدية، قلبك قلب محمدي مليء بالرحمة والشفقة لخلق الله، عينك محمدية لا تنظر إلا فيما يرضي الله، لسانك محمدي لا ينطق إلا فيما يعنيه، أذنك محمدية لا تسمع إلا ما يرضي الله، فكرك محمدي يتفكر في هداية والرحمة لخلق الله. فإذا تقيم حياة النبي تأكل كما كان يأكل، وتنام كما كان ينام، وتعامل الناس كما كان يعمل، تأتيك نصرة الله. فهؤلاء الذين ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم سعد بن أبي وقاص. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارمي سعد. يقول العلماء، ممكن تأتي أنت، أنه هكذا كان، ولله المثل الأعلى ولرسول الله المثل الأحسن. يعني بعض الصحابة صدورهم إلى صدر النبي صلى الله عليه وسلم وملتفون حوله، وبعضهم ظهورهم إلى ظهور أصحابهم، ويردون هكذا بالدروع السهام والنبال التي يعني يردون الرمي الذي يأتي من قبل المشركين، واضح؟ وهو في الوسط عليه الصلاة والسلام. فكان يقول لسعد بن أبي وقاص ارمي سعد. قال ما تغني سهامي يا رسول الله، يعني المشركين من الجهتين. قال ارمي سعد. قال وما تغني سهامي يا رسول الله؟ قال ارمي سعد فداك أبي وأمي. فرمى بأكثر من 1000 رمية، ما في رمية أخطأت، إما قتلت أو جرحت. سعد بن أبي وقاص. هي ضربتان حصلت. الضربة الأولى نسأل الله السلامة والعافية جاءت في كتفه الشريف، وفي الشيخين تعلمون أنه ظاهر بين درعين، فجاءت في كتفه الشريف، وهذه الضربة هي التي حركته، وهي التي يقول عنها بقيت أعاني منها شهرا بعد أحد. والضربة الثانية جاءت في الخوذة، كانوا يلبسون الخوذة، فدخلت حلق المغفر في وجنتيه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، وكسرت رشقه عتبة بن أبي وقاص وسعد بن أبي وقاص، أخوان، واحد يدافع والثاني يهاجم. هذا الدين من الله، منا لك، الله وحده هو الذي وفقك أن تكون مسلما، وأن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن يقدم من يشاء بفضله ويؤخر من يشاء بعدله، ولا يسأله مخلوق عن علة فعله. لذلك هذا كونك أي طاعة تطيع الله لابد أن تحمد الله حمد خاص وشكر خاص عليها. هذا أخوان اثنين، واحد يدافع والثاني يهاجم. فرشقه عتبة بالحجارة نسأل الله السلامة والعافية، وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، وشج رأسه وسال الدم في وجهه الشريف. الله سبحانه وتعالى لا ينفك لطفه عن قدره، فلما قدر الله هذا برسول الله لطف الله بأن جاء أنس بن النضر من خارج المعركة، وجد عمر جالس بن الخطاب رضي الله عنه على صخرة بالقرب من جبل الرماة، ومعه سعد بن معاذ. قال ما أجلسكم؟ قالوا مات رسول الله، لأن مصعب بن عمير كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس لباس الحرب. فقال لهم ما تصنعون في الحياة بعده؟ موتوا على ما مات عليه، فوالله لا خير في الحياة بعده. ثم قال كلمة وهي الشاهد، قال إني لأجد ريح الجنة دون أحد. يعني شوف، هو الرماة أحد هنا في المنطقة التي فيها رسول الله، إني لأجد ريح الجنة دون. فدخل وتبعه مجموعة من أصحابه، فبشر به كعب بن مالك، فاصطفوا، انقسموا الصحابة إلى قسمين، فريق يعني انضم إلى من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفريق عملوا مثل هكذا صف، خط مستقيم يوقف زحف المشركين، وخط آخر يوقف زحف كتيبة خالد. ثم أكملوا سيرهم، وفي شمال مقبرة أحد ب200 متر كان هناك معلم إلى قريب يسمى بقبة الثنية، مسجد الثنية أو الثنايا عفوا. وهذا المسجد يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أكملوا سيرهم باتجاه الشمال جاء رجل اسمه أبو عامر الفاسق، فلم يستطع المشركون أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسبب زيادة عدد الصحابة. فهذا الرجل لعنه الله أخذ يتتبع طريق دابة النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق الدابة بمسافة وحفر حفرة كبيرة وغطاها بالقش يعني لترعى الدابة، فسقطت الدابة وعليها أكرم الخلق على الله. وهناك كان بإمكان المشركين أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فسطر الصحابة رضي الله عنهم أروع الأمثلة في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أصبح لديهم وقت يرفع الدرع ويرد. فأحد الصحابة يقول العلماء ترس بظهره، واسمه أبو دجانة، يعني جعل ظهره ترسا يحمي به رسول الله. فبدأوا يرمون بالسهام على ظهره ويرمون بالسهام على ظهره، فلم يبتعد حتى أصبح الذي يراه من بعيد يظنه كالقنفذ من كثرة السهام على ظهره. أحد الصحابة آخر
في مكان ممكن يأتي سهم للنبي عليه الصلاة والسلام وما في وقت يأخذ الدرع فوضع وجهه فدخل السهم في عين قتادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهناك حملوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذهب المشركون أو ردوهم، ثم أكملوا سيرهم حتى وصلوا الجهة الشمالية من أحد، وهناك بدأت المرحلة الأخيرة من المعركة، وهو أن الله جل جلاله حول المعركة من معركة بالسيوف إلى معركة بالكلام، فكان يتبعهم أبو سفيان فلا يرى إلا رجالا صعود، فقال في القوم محمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تردوا عليه، قال في القوم ابن أبي قحافة يعني أبو بكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تردوا عليه، قال في القوم ابن الخطاب، فلما سمع عمر صوت أبو سفيان لم يتحمل كلامه، قال إن رسول الله وابن أبي قحافة يسمعان كلامك يا أبا سفيان، فلما سمع صوت عمر قال إنك أصدق عندي وأبر من ابن قمئة، لأن ابن قمئة شاع في الناس بأن محمدا قد قتل، حصلت ملاسنة، قال هو أعلو هبل، قال النبي الآن ردوا عليه، أول كان يقول لا تردوا عليه، لماذا؟ لأنه كان نقص في يعني لا يهم النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أبو سفيان أنه موجود أو غير موجود، وأبو سفيان لم يسأل إلا عن 3 فقط، لماذا؟ لأن هؤلاء يقول العلماء هم أعمدة الإسلام، يعلم أنه لو ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ممكن يكون عرض أن يذهب الإسلام، فلذلك لم يسأل إلا عن هؤلاء ال3، فقال الآن ردوا عليه، فقالوا ما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل، فقال أبو سفيان العزى لنا ولا عزى لكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردوا عليه، قالوا ما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، أول لا تردوا عليه ثم الآن ردوا عليه. الآن يعني مضمون تربوي فقط في البيوت، هل عمرك رأيت بيت من البيوت غاب الأبناء ولم يذهبوا إلى المدرسة بسبب أن الأم نسيت الملابس في الغسالة من البارحة في الليل؟ هذا ما يسير، صحيح؟ ولو حصل هذا هذه المرأة ممكن تحاكم، يكون محكمة، كيف أصلا تنسي الملابس في الغسالة؟ صحيح؟ طيب كم مرة قام الأبناء وما صلوا صلاة الفجر إلا بعد طلوع الشمس؟ كثير، أحيانا في التحيات يقرأ الفاتحة. طيب غياب المدرسة يوم نقص في الدنيا، صحيح؟ طيب غياب تأخير صلاة الفجر نقص في الدين، هم لم يكونوا يتحملوا نقص الدين، الآن ردوا عليه. نحن لا نشعر بنقص الدين ونرى نقص الدنيا، لما غاب مشكلة، وحتى إنا كيف يغيبون ولماذا ما يكون في، فلذلك هذا كله له علاقة بالجلساء وبالخلطاء الذين يخالطهم الإنسان. في أناس تجلس معاهم يروك النقص في دنياك، يتكلموا عن السيارات وعن البيوت حتى تريد أن تغير سيارتك، والله يعطيك سيارة طيبة وتريد أن تغير بيتك. وناس تجلس معهم يتكلموا عن الصفات المحبوبة عند الله وعن قيام الليل وعن طلب العلم، فترى النقص في دينك فتريد أن تجبر هذا النقص. فالإنسان ينتبه من هذه يعني كما ذكر أمس، يجعل هذه السيرة منهج حياة له فيستفيد منها مثل هذه المعاني، لأن هذه ليست حواديت، هذه قصص وهذه حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والله مطلوبه أن نحيا حياة محبوبه صلى الله عليه وسلم، وكلما زاد الإنسان في اتباعه زاد في ارتفاعه عند الله. المهم انتهت المعركة، وهناك جاء علي بشيء اسمه المهراس. المهراس موجود هنا، شوف هذا منارة المسجد، تدخل هناك في بقالة الشهداء ومغسلة الإخلاص بينهما، وتذهب سيتفرع الطريق إلى يمين أو يسار، تذهب جهة اليمين ستصل إلى مكان يسمى مسجد الفسح أو مسجد أحد أصح، صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر وازدحموا وهم جلوس. ثم هناك المهراس هو بركة مجوفة تجويف طبيعي، إذا أمطرت المدينة هذا المهراس يحفظ الماء طوال العام، فجاء علي بماء من المهراس ليطبب وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعافه النبي عليه الصلاة والسلام لأن رائحته متغيرة، فجاءت فاطمة رضي الله عنها وصلى الله على أبيها فأحرقت حصيرا، هذا كان في شعب الجرار. وهناك أيضا قتل النبي صلى الله عليه وسلم الوحيد الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن خلف، وحتى يقول عليه الصلاة والسلام أشقى رجل من قتله نبي أو قتل نبي، كان يتبعهم هو وحده ولا يرى إلا رجال، فقال أفي القوم محمد لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا. ثم لما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم عرفه، فقال للصحابة وهو مصاب ابتعدوا فلم يبتعدوا، فقال ابتعدوا فلم يبتعدوا، في الثالثة قال ابتعدوا فلم يبتعدوا، فانتفض رسول الله، تطاير الصحابة من حوله لأن قوته بقوة 40 رجل عليه الصلاة والسلام، فرمى فقط سهم جاء في قدر درهم في رقبته ووصل مكة، وكان في الطريق يتألم ويقولون له إن أحدنا يصاب بأشد مما وصل ولا يجد هذا الألم، يقول لو بصق علي لقتلني لأني كنت في مكة أضمر جوادي هذا، فقلت له مستهزئا به سأقتلك على جوادي هذا، فرد علي وقال بل أنا أقتلك عليه فلو بصق علي لقتلني. هم يعلمون أنه الصادق الأمين، لكن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا نعمة من الله. انتهت غزوة أحد، عدد الشهداء من المسلمين 70 شهيد، وهي أكبر
غزوة حصل فيها قتل من جهة المسلمين، وأكبر غزوة حصل فيها قتل من جهة المشركين خيبر 97، وباقي المغازي 27 كانت إما يعني 7 غزوات حصل فيها قتال وغزوتان، هذا العدد الكبير، ثم باقي الغزوات كلها إما تنتهي بالصلح أو الهدنة أو فرار العدو. فانتهت المعركة والشهداء كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورهم. ومن الأمثلة، والوقت ضيق والشمس حارة عليكم، تريدوا أمثلة صحابة والله؟ ما في سيوف أنتم ما شاء الله، بس الشمس تحملوا الشمس. دي صورتين ولا 3؟ طيب، من حنظلة غسيل الملائكة، رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأرض وتحت هذه السماء تغسله الملائكة، فقال ما بال حنظلة تغسله الملائكة؟ فقالوا إنه كان عريس في المدينة، فلما سمع منادي الجهاد حي على الجهاد، والذي ما يأتي بحي على الفلاح ما يأتي بحي على الجهاد، فلبى المنادي صحيح. فلما لبى المنادي جاء إلى المعركة، وكان قد جامع زوجته، كان عريس. فلما استشهد في رواية أنه لم يغتسل، وفي رواية أنه اغتسل شقه الأيمن، والحديث كما تعلمون تحت كل شعرة جنابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك إن الجنة لا يدخلها جنب. حنظلة ابن أبي عامر أبوه الذي حفر الحفرة. شوف كيف الله سبحانه وتعالى يخرج الحي من الميت، أبوه أبو عامر الذي حفر الحفرة. تتعجب إذا علمت أن زوجته تعرف من؟ والله لا تصدق، جميلة بنت عبد الله بن أبي الذي انخذل بالجيش. يعني صحابيان جليلان من أبوين فاسقين. شفت هذا الجماع، جامع زوجته، الله بارك هذا الجماع فأنجب ابن اسمه عبد الله ابن حنظلة. استشهد في الحرة وقبره يزار في البقيع، كان على هيئة ساجد واضع يده على عورته، فمر مروان بن الحكم فقال يا عبد الله لئن سقطت على جبهتك وأنت ميتا فوالله لقد سجدت لله عليها وأنت حي، ولئن حفظت عورتك وأنت ميتا لطالما حفظتها من الحرام وأنت حي. عبد الله ابن حنظلة وأمه جميلة بنت عبد الله بن أبي. وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وارضاه كان جنوب الشرق جبل الرماة، ووجده النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أبو سفيان قال ستجدون في قتلاكم مثله، وجده صريعا وقد مثلت به قريش، فتحوا بطنه ولاكم من كبده رضي الله عنه وارضاه. يقول العلماء فلما وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم بكى 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 بكى، من شدة بكائه جاءه جبريل قال يا رسول الله إن حمزة بن عبد المطلب أسد الله ورسوله في السماء وفي الأرض. وكبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه 70 تكبيرة، ولم يكن أحد من الصحابة ولا من القرابة في قلب رسول الله مثل حمزة ابن عبد المطلب، وكان يزوره. لذلك هذه سنة تزور النبي صلى الله عليه وسلم، كان يزوره عليه الصلاة والسلام حتى ذكره في خطبة وفاته، وقال إن موعدكم الحوض. وهذه من السنن التي لا يستطيع المسلم أن يفعلها في أي مكان في العالم. وأهم شيء في الزيارة أن تستحضر وتستشعر أن هؤلاء الصحابة الكرام لهم فضل عليك بسبب دمائهم وسبب تضحيتهم، بقيت لا إله إلا الله في الأرض. فيزورهم الإنسان ويقول الدعاء الوارد الذي لا يخفى على أمثالكم، ويسأل الله أن يجمعنا وإياكم بهم إن شاء الله. صحابة كثير حصلت لهم يعني صور من التضحيات. ويقول العلماء المقصد من أحد أن يتعلم المسلم أن هناك نصرة الله الغيبية. فإذا إنسان مثلا في الاختبار يريد أن الله يوفقه وهو قد خالف أمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، تنحجب نصرة الله بسبب المخالفة. قلتم أن هذا، قل هو من عندي والعفو منكم. معليش يا إخوان، بس وقفات عاجلة فقط سريعة إن شاء الله، لا نطيل لأن بالفعل أطلنا عليكم الشمس، وما أدري الإخوان كان لهم رغبة في صعود الجبل ولو على عجل 5 دقائق، لكن يختصر. ها؟ جبل الرماة تبون تصعدون ولا لا؟ طيب على عجل يا إخوان. لا أزال أرجع مرة أخرى إلى الجبل وطلوع عليه. الشيخ وفى وكفى جزاه الله خيرا. نقطة واحدة ملحوظة يا إخوة، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم احموا ظهورنا، هنا عدة عوامل فيها. الجبل مرتفع، وأنا قلت قبل قليل للإخوة إذا صعدت الجبل الآن ألغوا الذي تشاهدونه، نظركم إلى أين؟ إلى المسجد النبوي، سترى المناير، لا تنظر كأنك تنظر إلى شيء في الأرض. ولذا هذا الجبل يكشف المنطقة كلها. شو تخطيط النبي صلى الله عليه وسلم؟ رادار علوي يكشف المنطقة كاملة. أليس المنافقون قد انخذلوا؟ ألا يمكن أن يأتوا لظهور المسلمين؟ اليهود ألم يغدروا بعد بدر وقالوا لو حاربتنا لعرفت من نحن؟ ألا يمكن أن يأتوا؟ ليس فقط المشركين، من فوق هذا الجبل يكشف المنطقة كاملة قبل أن تعرف الرادارات وقبل أن تعرف العرف العسكري هذه.
كان النبي صلى الله عليه وسلم عرفه، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم محنك في هذه القيادة صلوات الله وسلامه عليه. ولا زالت معاركه صلى الله عليه وسلم تدرس في جامعات عالمية استفادة منها. إذن هذا لحماية ظهور المسلمين. أيضا حماية ظهور المسلمين كما تفضل الشيخ عبد الله. الخيل يا شباب مع المشركين كم من الخيل؟ لا الخيل كم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص نمشي. لا كم الخيل يا اخوان؟ 200. وكم عدد الخيل مع المسلمين؟ 2 إلى 100. سلاح الخيل في ذاك الوقت وش هو أعظم سلاح الآن؟ وأعلى منه أو الطيران أيضا. سلاح الطيران سلاح ليس بالسهل. يعني مع المشركين ضعف بعدد كبير ليس مع المسلمين مما مع المشركين من هذا السلاح إلا 2%. كيف يعطل سلاح الخيل صلى الله عليه وسلم؟ يعطله تعطيلا كاملا، مثل ما تفضل الشيخ عبد الله قال لهم احموا ظهورنا وايه انضحوا عنا الخيل بالنبل. خالد بن الوليد مثل ما قال امتلأ من الغيظ لأن الخيل ليس لها أي دور إطلاقا في الجولة الأولى. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين في الأعلى كانوا ينضحونها. ومنين ينضحون من الأعلى؟ أنت الآن معليش يا أخي، لو الآن واحد من الإخوة هنا أخذ حجرا ورماه، وأخذ الأخ عبد الله حجر ورماه، أيهما أبعد؟ حق عبد الشيخ عبد الله. طيب نعم لأنه مرتفع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهؤلاء، والخيل لها طبيعة طبعا، إذا رأت هذا خلاص تكع، ثم كم تأخذ من الفترة حتى ترجع. وإلا سلاح الخيل سلاح خطير جدا وهو قوي، والمشركين معهم 200. كانت الكفة كلها ليست متوازنة في العرف العسكري، ولكنه في العرف التكتيكي رسول الله صلى الله عليه وسلم استطاع صلى الله عليه وسلم في تخطيطه أيضا بعد توفيق الله عز وجل له ونصرته ومعيته. ولكن هذا من إيه؟ من الأخذ بالأسباب التي أمر بها صلى الله عليه وسلم. فهنا عطل سلاح الخيل. الجانب الثاني مثل ما قلت الكشف المنطقة. أنت فوق أحد. هذا جبل عير يا شباب، شفتوا جبل عير؟ مدخل مكة من جنوبه، أليس كذلك شيخ عبد الله؟ من جنوبه، والذي فوق الجبل يكشف هنا ويكشف الشرق ويكشف كل منطقة من المناطق هذه. وأما من الجهة هذه فجبل أحد قد حمى ظهور المسلمين. الله عز وجل أيها الأحبة أيضا ذكر الصحابة رضي الله عنهم أن هذه المعركة فيها لفتات لهم، ولذا نقول معركة أحد يا إخوة تحتاج دراسة تأني أيضا، ولو مضى أسبوع في محاضراتها لما انتهت الوقفات والعبر والدروس الكثيرة منها. نزول الصحابة من الجبل، الشيخ علق عليه جزاه الله خيرا، والله ذكر شيئا من هذا في كتاب الله عز وجل والله أشار إليها. ولكن أيضا الصحابة الذين في الجبل اجتهدوا على قدر ما أمام أعينهم رضي الله عنهم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم خالفوا أمره لم يلومهم، ولم يرد في روايات غزوة أحد أنه تكلم عليهم صلى الله عليه وسلم وذكر شيئا من هذا، لأنهم بالفعل رأوا أن المعركة انتهت، أن المعركة ولو كانوا يعلمون أو عندهم نسبة 1% أن المعركة لم تنتهي لما نزلوا. لأنه هذه الغنائم التي سيجمعونها لو أنها معركة وكان عندهم حساب لهذا هل سيأخذونها؟ ستذهب، أليس كذلك؟ فلذا رضي الله عنهم اجتهدوا على النظر الذي أمامهم. والحديث عن هذه الأمور الحقيقة يحتاج إلى وقفات طويلة، والشمس أيضا مرة ثانية حارة، فأكتفي بهذا إلا أني ألمح الماحة أخيرة يا إخوة. أقول لكم يا إخوة والله مهما وقفت على أحد ستستمر في الروايات، تأخذ من الدروس والعبر الشيء الكثير جدا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنوات صلى الله عليه وسلم حفرت بعض قبور الصحابة رضي الله عنهم. جاء عبد الله بن حرام رأى في المنام والده كأنه يقول يعني أتاني الماء أو شيء من هذا، فأتى إليه فحفره فوجده غضا طريا رضي الله عنه. بل جاء في بعض الروايات أنهم لما رفعوا يده عن الجرح إذا الدم طري، نعم كحاله. بل أبعد من هذا، أراد معاوية رضي الله عنه وأرضاه أن يجري عينا من هنا
فكانت تمر على بعض القبور وأريد نقلها بعد 40 سنة فوجدوا تلك القبور غضة طرية. وصدق الحق تبارك وتعالى في هؤلاء لما بشر عنهم سبحانه وتعالى وأخبرنا عن حالهم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الإخوة الحقيقة اقترحوا أن نطلع إلى الجبل، وأنا أظن لو طلعنا من المؤخرة يمكن يكون أقل. فقط أنا أقول للنظر مجرد لتعرف بالفعل المنطقة، ولن نتحدث هناك لأيضا ضيق الوقت وللحرارة التي أخذناها هنا، ويمكن أن تكون هناك أسئلة إن شاء الله في الباصات ويكون هناك إجابة عليها. ولا شك أن غزوة أحد التي أخذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة هذا المأخذ فيه الكثير، أنها لا يمكن أن تختزل في لحظات هنا يا إخوان، أبدا يا إخوان، بل تحتاج وتحتاج وتحتاج. ولكننا إنما ماذا تعطى مفاتيح فقط وإشارات، ولعلها تغني عن العبارات. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. ونصعد الجبل قليلا ثم ننزل. نحن أثرنا أن نتحدث هنا عن الجبل لأن الجبل مكانه ضيق. كان الله في عونكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقعة الحرة التي حصلت في عهد يزيد لما امتنع أهل المدينة عن البيعة، أرسل جيش بقيادة مسلم ويقول له العلماء مجرم ابن عقبة الذي أباح المدينة 3 أيام واستشهد فيها عبد الله بن حنظلة، وقبورهم موجودة في بقيع الغرقد في حوض يسمى شهداء الحرة. والعلماء يقولون أن الحرة لما حصلت والمدينة كانت هي أكثر البقاع، والناس الذين كانوا موجودين في المدينة أبناء الصحابة، ومع هذه المصيبة الكبيرة التي حصلت إلا أن ذلك لم يمنع الإسلام أن يقوم. فالإسلام ليس مرتبطا بالأشخاص، الإسلام مثل وتد الخيمة، كلما ضرب ازداد قوة وتمكن في النفوس. فظهر في تلك الحقبة علماء أجلاء من كبار التابعين ونقلوا هذا الدين إلى الأمة، ولم تمنعهم الأحوال السياسية المضطربة والضعف الذي مرت به الأمة أن يقوموا بواجب النصرة لهذا الدين. فهذا دين الله محفوظ بحفظ الله، إن تتولوا يستبدل قوما غيركم، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فالدين منصور ومحفوظ بحفظ الحفيظ سبحانه له. فالإنسان العاقل ينبغي أن يفكر في نفسه: هل أنا سأكون ممن يختارهم الله سبحانه وتعالى ويقوم بدور إيجابي في هذه الأمة، أو أكون نسأل الله العافية ممن يخذلون الدين. أيضا هنا هذه منطقة العريق فيها قبر ومسجد على يمين الباص بعد قليل لرجل من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه علي العريضي. هذا اسمه علي ذرية جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب. وأيضا هناك قطب صغار يظهر الآن من الباص إذا نظرت إلى اليمين بعد النخيل. هذا القطب حصلت عنده قصة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع اللبن. تعلمون القصة الشهيرة في المرأة التي كانت تخلط اللبن بالماء والتي قالت لابنتها: لا فإن عمر لا يرانا. قالت: إن كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا. هذا هو قطب صراط وهو على يمين الباص وموجود إلى يوم الناس هذا. وأيضا يوجد هناك هذه الحرة بدأنا ندخل في حرة تسمى حرة واقم، وهي الحرة الشرقية تأتي على يمين الباص. وهنا أيضا وادي من الأودية المهمة جدا من أودية المدينة، يعني على منطقة يمين الباص. في أحد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سعد بن الربيع الله، فجاء رسول الله إلى سعد فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنك، فوجده قد أثخنته الجراح، فقال: أقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام وأخبره بأني مت وأنا عنه راض، وقل له: جزاك الله خير ما جزى نبيا عن قومه. ثم التفت إلى الأنصار وقال لهم: لا عذر لكم إن وصل العدو إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. سعد بن الربيع. وأيضا طلحة بن عبيد الله قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أصيب وقدم وكان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاع منقطع النظير، فقال: أوجب طلحة. فقال أبو بكر: من أراد أن ينظر رضي الله عنه إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى طلحة. ومن الآيات التي رأى بعض المفسرين أنها نزلت في حمزة
قول الله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، وقوله تعالى فمن وعدناه وعدا حسنا، ومنهم من قضى نحبه، وقالوا حمزة ومنهم من ينتظر حمزة ومصعب من ينتظر طلحة بن عبيد الله. فجزاهم الله خير الجزاء. وكانت يعني الدرس المستفاد منها، هل اختلف بعض المؤرخين هل غزوة أحد هزيمة أم نصر؟ قال بعضهم إنها كانت هزيمة باعتبار الدماء التي سالت والإصابة التي حصلت، وقال بعضهم إنها كانت نصر، وقال بعضهم إنها كانت هزيمة ونصر. أما من قال إنها كانت نصر ثم هزيمة ثم نصر، أنها المرحلة الأولى كانت نصر للإسلام والمسلمين باعتبار الغلبة العسكرية، والمرحلة الثانية كانت هزيمة باعتبار النكسة التي حصلت، والمرحلة الثالثة كانت نصر باعتبار أن للنصر 3 علامات. العلامة الأولى إما أن يغنم العدو والعدو لم يغنم، أو أن يقتل القائد والقائد لم يقتل، والعلامة الثالثة أن يحتل المكان والمكان لم يحتل. نحن المدينة دارنا الله نعم الدار، أبناؤها نحن فرحا بالأخيار. نحن المدينة دارنا الله نعم الدار، نحن المدينة دارنا الله نعم الدار. المدينة المدينة جاءت كفجر صادق شمخت تشع تفرجا، هي وحدة الشمس التي وعدت ننتظر الغدا. المدينة المدينة نحن المدينة دارنا الله نعم الدار، أبناؤها نحن ذات فرحا بالأخيار. نحن المدينة دارنا الله نعم الدار، أبناؤها نحن ذات فرحا بالأخيار. نحن المدينة دارنا الله نعم الدار، نحن المدينة دارنا الله نعم الدار. المدينة المدينة هذا كتاب الله في يدنا فنحن المأمل. العلم زعنا عقولنا هو وحده الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المدينة كما مر في المحاضرة بالأمس النظرية اشتهرت بالأطعمة والحصول، ولليهود نصيب منها. الحقيقة كنا مثل ما نقول هذه الدورة السريعة لا تعطي شيئا عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من سكن المدينة؟ كيف وضعها قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الذين كانوا فيها؟ نشأة المدينة. كنا نحتاج لهذه القضايا، لكن ضيق الوقت لا يسمح يا إخوة بالتفصيل في كثير من القضايا. كان هنا 3 قبائل من اليهود، من يعدهم؟ انا الان باخذ الشيخ عبد الله طريقته. مين يعطينا؟ قينقاع، النضير، قريظة. قينقاع، نضير وبني نضير. نعم. طيب هذا الحصن حصن من؟ كعب بن الاشرف. اي نعم. من اي اليهود هؤلاء؟ النضير. من اي اليهود؟ النضير. هذا كعب بن الاشرف من اي اليهود هو؟ من اي القبائل ال3؟ ليس يهودي؟ يهود. من بني قريظة. هو من يقول من بني قريظة، يعني ايش رايك شيخ عبد الله؟ يعني لأنه حليف له، وإلا هو يهودي من العرب من قبيلة طيبة، وحالف بني قريظة. بني النضير. كعب بن الأشرف بعد مقتلة بدر في المشركين جن جنونه وبدأ يتحرش من بدر. لأنه نصر بدر هذا أغاظ المشركين واليهود إغاظة والمنافقين ليست بالهينة، ولذا نجم النفاق أيضا. كعب بن الأشرف بدأ يشبب بنساء المسلمين ويذكرهن ويؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال، أنا أريد أن أختصر سريعا أن تعطي الشيخ عبد الله وربنا يعين على التعليم. من لي بكعب بن الأشرف؟ الحقيقة نتمنى لفتاة لطيفة، لكن الوقت ضيق يا شباب. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة ليقول من لي فلان. سبحان الله، أي تربية لأولئك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في التنافس. فيبتدر محمد بن مسلم رضي الله عنه يقول أنا لك به. ومن يعينه في هذا؟
ها يا شباب، من يعينه؟ أبو نائلة أخو كعب من الرضاعة، يعينه على هذا الأمر. ونفس القضية كما قلت لكم يا إخوان، أنا لا أتعجب فقط من قضية محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الصحابة اللي تربوا على يديه كانوا يشربون أخلاقه وحياته شربا، فإذا رأيت واحد من الصحابة كأنك ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا لو تتبعتم دعوة مصعب بن عمير هنا في المدينة كأنك ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. ومثل ما قلنا يا إخوة الوقت يضيق في هذه الجوانب. ولذا محمد بن مسلمة ماذا فعل؟ وكيف خطط لقتل من؟ كعب بن الأشرف وهو في مثل هذا الحصن المحصن. والله سبحانه وتعالى ذكر اليهود لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، قلوبهم مرعوبة مذعورة دائما، إلا حينما يضعف المسلمون ويعطونهم حبل هنا يستقوا استقواء شديدا مع الأسف الشديد. فجاء محمد بن مسلمة مع أبو نائلة وأتوا إلى كعب وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ائذن لنا أن نقول. ما قضية خطيرة جدا، وهذا رجل حذر ليس بالسهل. كعب بن الأشرف ليس بالسهل، رجل محنك، فأذن لنا أن نقول. فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء محمد بن مسلمة مع أبو نائلة كأنه يريد أن يشتكي لكعب ويأخذ منه مالا قرضا بداية. والقرض كان معروف، حتى النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي صلى الله عليه وسلم. فجاء محمد بن مسلمة وجاء معه أبو نائلة وجاءوا إلى كعب وجلسوا يحادثونه، ثم عرض عليه قال النبي إن محمد طلب منا مالا وأنا أريد مالا. فوعده محمد بن مسلمة يوما آخر يأتيه به، وهنا لماذا؟ ليطمئنه جدا، لا شك أنه في اليوم الأول لن يطمئن كعب. وهنا أيضا يعطيك يعني ما هو الأسلوب اللي استخدمه محمد بن مسلمة رضي الله عنه حتى اطمأن هذا الرجل مع عداوته للمسلمين. فطلب أن يرهنه شيئا، وهذا أمر معروف الرهن، أنه إذا أعطيتك دينا أن ترهنه، والله ذكره في كتابه العزيز. فقال كعب ارهني أهلك، يعني الأولاد الذرية. قال لا عار علي أن أرهنك هذا، لكن أرهنك السلاح. وهو يريد ماذا؟ الرهن أحيانا يكون علامة فقط فيما بيني وبينك، إذا قد لا يكون بقيمة ماذا؟ بقيمة المال، وقد يكون أعلى منها، ليس كذلك؟ فقال أرهنك السلاح. وهنا أيضا يدل على ذكاء محمد، حتى لو جاء بالسلاح لا يستنكره ولو 1%. شوف التخطيط والدقة يا إخوان. المهم أن محمد بن مسلمة جاء في الليل من الليلة الموعودة وطرق على كعب بن أشرف. كعب بن أشرف كان حديث عرس بامرأة جديدة، فطرق الباب. شوف الحس قالت المرأة إني لا أشم رائحة الدم. قال أبدا، محمد بن مسلمة صديقي وصاحبي جاء يريد مالا وأبو نائلة أخي من الرضاعة. فلما قالت له مرة ثانية قال كلمة عجيبة، قال إن الكريم لو دعي إلى طعنة لأجاب. فخرج إلى حتفه، خرج فأخذه محمد بن مسلمة يتمشون في مزرعته في الوادي الذي فيه النخيل لكي يطمئن أكثر. وقال له محمد بن مسلمة يا كعب إني أشم عطرا عجيبا. قال كيف لا أكون عندي أعطر النساء اليوم؟ فقال هل تأذن لي أن أشم رأسك؟ فطأطأ كعب رأسه فشمه محمد، ثم ناول أبا نائلة قال له شم رأسه وأتركه، ومشوا قليلا يتحدثون. وأعاد مرة ثانية أريد أن أشم ذلك العطر، فطأطأ رأسه. فلما كان المرة الثانية أو الثالثة أمسك به محمد بن مسلمة وضربه الآخر، فصاح صيحة اشتعلت منها الأماكن في الحصن والقصر. ثم أسرع محمد بن مسلمة رضي الله عنه العودة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وامتدحه النبي صلى الله عليه وسلم على فعلته هذا موجز الكلام. وهذا هو حصن كعب ابن الأشرف، مكون من غرف من جدر كما تعرفون. أيضا في الخلف من هنا بئر خارج وين أخونا الشيخ العسكري، بئر خلف من هنا، ما نحتاج الآن أيضا إلى تفسير.
هذا ما عندي، ولعل الشيخ عبد الله إذا عنده إضافات، وإن كنا لعلنا لا نطيل يا إخوان. يعني هو كعب بن الأشرف من العرب. كعب بن الأشرف عربي من أصول عربية من قبائل طي في شمال الجزيرة العربية. أصاب أبوه دما في قومه فخرج خشية أن يقتل، فجاء المدينة فتزوج من ابنة أبي الحقيق. ونحن الآن في ديار يهود بني النضير، وتبدأ من هنا وتنتهي في مسجد بني النضير قبال أمام مستشفى الدار. وهؤلاء اليهود الذين نزلت فيهم سورة الحشر. سبح. كعب تزوج في يهود فأصبح يهودي ديانة وخؤولة، واضح؟ يعني أصبح ديانته يهودية وأخواله اليهود. وكان شاعر، وكان الشعر يؤثر في يعني كان الشعر له وقع في النفوس ويؤثر في العرب. فمرة كما تفضل الشيخ لما انتهت غزوة بدر وجاءه الخبر قال: إن كان هذا الخبر حقا لباطل الأرض خير من ظاهرها. ورحل إلى مكة يحرض المشركين على غزو المسلمين. فقال له أبو سفيان: أنحن أهدى سبيل أم محمد وأصحابه؟ قال: بل أنتم أهدى سبيل. فأنزل الله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قال الله عنه: أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ثم كما تفضل الشيخ كان شاعر، وكان يعني يتغزل بنساء الصحابة، وممن تغزل بهن فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب أول هاشمي من أب هاشمي وأم هاشمية. أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم وأبوه أبو طالب. تغزل بها فأصبح آذى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. والشعر كما قلت لكم يعني يؤثر في نفسية، يعني يضر المسلمين من حيث السمعة وفي جميع كان له مثل الإعلام الآن. المهم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تفضل من كعب بن الأشرف: شيعهم في البقيع ورجع في الدعاء. وهذا كان كل حال النبي صلى الله عليه وسلم في أغلب الأحداث. إذا ذهب إلى مهمة يبدأ مباشرة في الدعاء. في بدر طول الليل: يا حي يا قيوم. في الخندق 25 يوم في مسجد الفتح يدعو الله. شيعهم عند كعب ذهب في الدعاء فيدعو الله سبحانه وتعالى، لأن الأمر كله بيد الله جل جلاله. ثم أرسلهم وجاءوا هنا كما تفضل الشيخ كان عريس. ولما قالوا يا كعب فسمعت المرأة الصوت كما تفضل، فقال: إني لأشم رائحة الدم من هذا الصوت. فقال كما تفضل الشيخ: لو إن الكريم إذا دعي إلى طعنة أجاب. المهم خرجوا معه، وفي المرة الأولى أرادوا أن يشموا الرائحة الطيبة، ثم في الثانية والثالثة فاختلفوا في ضربتين. ضربة جاءته، الضربة الثانية أصابت أحدهم، فرجعوا في الطريق وصلوا إلى البقيع كبروا، قالوا الله أكبر. فكبر الصحابة في المدينة لتكبيرهم، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا وجهه ورموه أمام رسول الله. قالوا هذا وجه عدو الله. فقال لهم: أفلحت الوجوه. قالوا: وجهك يا رسول الله. قال العلماء في قصة كعب لأن بعض التكفيريين اجتهدوا وجعلوا هذا دليل في أن لك الحق أن تغتال إذا رأيت أن أحدا يمثل خطرا على الإسلام ولو كان في مجتمع مسلم. فكعب اغتيل في المدينة. هذه شبهة من الشبهات اللي احتج فيها من غرر بهم في التكفير. فرد عليهم العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم له ما لغيره، فهو مشرع، والله يقول عنه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق. فهو مشرع، فالذي يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، فليس لحق أحد كائن من كان أن يشرع إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وانتهت الحمد لله، يعني هذا اللسان قطع على المسلمين بقتل كعب بن الأشرف. وهذا الحصن 33 متر في 33 متر فيه 8 غرف ويشرب من حوض. وهذا الحصن من الأبنية الموجودة في المدينة إلى الآن حتى قبل عهد النبوة. يعني هذا ليس قبل الإسلام كما ذكر أمس أن هناك المعالم أنواع. نوع الأول ما هو تاريخية قديمة كانت قبل الإسلام، منها حصن كعب بن الأشرف، منها جبل أحد. فإلى يوم الناس هذا لك أن تتصور قبل أكثر من 1400 سنة لا زال هذا البناء إلى يوم الناس هذا موجود، وهو نموذج لبناء اللي كان يستخدم في العهد النبوي وقبل العهد النبوي في المدينة المنورة. هذا طبعا تغيرت معالمه، لكن الآن نحن في قلب الحصن. يقال والعلم عند الله أن الباب في جهة الجنوب منه،
وفيه 8 غرف، وأبعاده 33 متر في 33 متر، وله بئر يشرب منه. وأعظم ما يستفاد منه تاريخيا من ناحية جغرافية أنه يحد المدينة من الجنوب، يعني أنه آخر ديار يهود بني النضير، وتبدأ ديارهم منه إلى مسجد بني النضير، تعلمون مكانه أمام مستشفى الدار. وهذا يعني أعظم ما يمكن أن يقال فيه، والعلم عند الله. إذا في سؤال. البستان موجود في وادي، أحسنت معلش، في وادي جدا مهم هنا في المدينة. 5 أشياء من الجنة، 5 أشياء دلت النصوص على أنها من الجنة. أولا ما بين بيتي ومنبري روضة، أحد على ركن من أركان الجنة كما عند الطبراني، والمنبر منبري على ترعة من ترع الجنة، والعجوة فاكهة أهل الجنة كما في مسند الإمام أحمد. وأيضا هذا وادي بطحان، هذا وادي بطحان على ترعة أو بركة من برك الجنة، صححه الألباني، هذا وادي بطحان. 5 أشياء في المدينة من الجنة، منها هذا الوادي، وادي بطحان. وادي بطحان على طول هذه المنطقة. وذكرنا حديثه، حديث وادي بطحان على ترعة من ترع الجنة، في رواية على الجنة، وأنه أحد ال5 الأشياء في المدينة من الجنة. ما هي ال5 الأشياء؟ الروضة، ما بين بيتي ومنبري، وأحد، وماذا بعد؟ منبر على ترعة من ترع الجنة، والعجوة فاكهة أهل الجنة، ووادي بطحان. يعني 5 أشياء في المدينة جاءت نصوص صريحة بأنها من الجنة. والروضة الشريفة بما عندنا أخوان من المصريين علماء في القراءات ما شاء الله، وأخونا دكتور أحد المختصين دكتور محمود كمال ومحمود جلال محمود الشرقاوي، فنعطيهم إن شاء الله فائدة لكم في الروضة. وأيضا يعني هي حقيقة تعلمت منها كثيرا لارتباطها بشيخ الأزهر الأسبق الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله. كان مرة جالسا في الروضة الشريفة فمعه بعض الأخوة من مصر، فهذا أنه دليل أنه الروضة لها 3 معاني. ما معنى ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة؟ قال بعض العلماء هي بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، فهي بهذا المعنى روضة من رياض الجنة. قال بعضهم من أطاع الله في هذا المكان أكرمه الله بروضة من رياض الجنة. أما الراجح والعلم عند الله أنها على ظاهرها ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فبقدرة الله هذا المكان يكون يوم القيامة روضة من رياض الجنة. فكان هذا الشيخ الجليل رحمه الله جالسا في هذا المكان، وكان في آخر حياته فبكى، والله يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فبكى، ثم جاء أحد الأخوة من مصر فقال: يا شيخ أنا يعني أريد أن أسألك سؤال. فقال: تفضل يا ابني. فقال: يا شيخ، إذا كان يوم القيامة الله سبحانه وتعالى عبد من عباده أدخله الجنة، أتراه يخرجه منها بعد أن أدخله فيها؟ فضحك الشيخ لأنه علم القصد من سؤاله، وهو أنه يريده أن يغلب حسن الظن بالله، وأنت في الجنة، فمن حسن الظن بالله أن الله يتم عليك النعمة ويكرمك إن شاء الله بإذن الله بالجنة الأبدية يوم القيامة. وهذا من الأدب مع العلماء، لأنه طالب علم ذكي. لو ليس من الحكمة أن يأتي للعالم مباشرة ويقول: يا شيخ غلب حسن الظن بالله بخطاب افعل ولا تفعل، لكن لما جاءها بطريقة سؤال كان ذلك في أدب مع العالم، وكان أيضا تحوله من البكاء إلى الضحك فيه فائدة ويتعلم فيه الإنسان حسن الظن بالله. وقال بعض العلماء: من جاء الروضة ليصلي لله فيها فلا يجد الشيطان له مدخلا في صلاته، لأن الله قال: اخرج منها مذءوما مدحورا. ولم يبقى للإنسان في المجاهدة سوى نفسه الأمارة بالسوء، فهناك معيار يستطيع أن يميز به مدى سيطرة نفسه ومدى خبثها. إذا كان الذي يحول بينه وبين النور الذي يجد في الصلاة نور، فإذا لم يجد نورا في صلاته وهو يصلي في الروضة فمعناه أن نفسه، نسأل الله العافية، تحتاج إلى المجاهدة. والنفس في أولها كما قال الله: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة، صيغة مبالغة يعني كثيرة الأمر بالسوء. فبعد المجاهدة والمخالفة تتحول النفس من الأمارة إلى النفس اللوامة. والنفس اللوامة الفرق بينها وبين النفس الأمارة أن النفس اللوامة إذا نسأل الله العافية إنسان عصى الله سبحانه وتعالى، فالنفس الأمارة يقول عبد الله بن مسعود: كالذبابة على رأس أنفه وقعت فلا يحس بها هشها بيده. أما النفس اللوامة فكأن جبلا على رأسه فتلومه، والله أقسم بها لا أقسم بالنفس اللوامة. فإذا كان عند الإنسان نفس لوامة تلومه على المعصية،
فهذه أيضا يؤهله إلى أن تكون نفسه إن شاء الله راضية مرضية. الله يجعل أنفسنا وأنفسكم زكية، ويوفقنا وإياكم إن شاء الله لمجاهدة النفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والآن على يميننا معلم جدا مهم، فليت الباص أن يقف قليلا ليريكم هذا البئر النبوي المبارك. هنا على يمين الباص شوية فيه بئر يسمى بئر العهن. شوفوا هذا هو. إذا رمت آبار النبي بطيبة فعدتها 7 مقالا بلا وهن، أريس وغرس رومة وبضاعة كذا بصة قل بير حاء مع العهن. شوفوا العهن قدامهم شوي، شوفوا العهن على يمين الباص. أيوه شوفوا هذاك لا زال موجود في ماطور وفي بئر واضح جدا. جميل. بئر العهن ومسجد النضير بني النضير مر معنا على يسار الباص. الآن شوفوا مسجد بني النضير على يسار الباص، وهو من أيام حصار هناك. ما شاء الله تبغوا معالم المدينة كلها. وين المسجد؟ هذه المزرعة على فكرة من أوقاف من الفيء الذي في صورة الحشر ما أفاء الله على رسوله، فكانت من نصيب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. ومسجد ليس الضرار، مسجد الضرار شرق المسجد 200 متر. طيب. شرق قباء ب 200 متر، مر معنا في المحاضرة. لكن مسجد بنو النضير هذا هو. شوف. شوفوا لا هنا شوف في حوش على اليمين أبيض، هذا الحوش فيه مسجد بني النضير. نعم حوش هناك. شوفوا خلف هذا البيت. خلاص. ايوه مسجد بني النضير. شوفوا شفت الحوش. ايوه عليه كتاب الصوت. ايوه هذا هو حوش. نعم الى قريب له صور يعني مسجد قائم. اللي يجيب المقبره. اي نعم. الان نذهب هناك. شوف بئر غرس. انظروا الى بئر غرس. سناتي هنا البئر الدائري الذي في طرف المدرسه. ايوه ابيض. هذا الابيض هو بئر غرس الذي غسل منه النبي صلى الله عليه وسلم. عشان نوصل هذا المكان لازم نروح البئر فيه ماء يا شيخ. بئر غرس غسل مع الشارع غسل منه رسول الله. نعم. لا ما في ماء. هذا ماء البئر. شفتوا بطحان يمر بجوارها، فماء هذا البئر ياتي من وادي بطحان. شفتوا هذه من الاشياء العجيبه. نزل فيه الماء؟ ايوه الماء ينزل منها من وادي بطحان، الوادي اللي تكلمنا عنه اللي ورد في الحديث: اللهم بتربة ارضنا وبريق بعضنا يشفى السقيم باذن ربنا، في مسلم والبخاري يعني. نحن المدينة دارنا تالله نعم الدار، نحن المدينة دارنا تالله نعم الدار. المدينة جاءت كفجر صادق شمخت تشع تفرجا، هي وحدة الشمس التي وعدت ننتظر غدا. المدينة نحن المدينة دارنا تالله نعم الدار، أبناؤها نحن ذات فرحا بالأخيار. نحن المدينة دارنا تالله نعم الدار، أبناؤها نحن ذات فرحا بالأخيار. نحن المدينة دارنا تالله نعم الدار، نحن المدينة دارنا تالله نعم الدار. المدينة هذا كتاب الله في يدنا فنحن المأمل، العلم زان عقولنا هو وحده المستقبل. المدينة نحن المدينة دارنا تالله